الشقة مش صغيرة، اللي صغير هو القرار اللي اتاخد فيها. الشقق الصغيرة مش مشكلتها دايما المساحة، مشكلتها القرارات الغلط. في شقق 90 متر ممكن تحسها أوسع من 130 متر، وفي شقق أكبر لكن للأسف مخنوقة. الفرق مش فلوس ولا تشطيب غالي، الفرق فهم الفراغ. الأخطاء القاتلة في الشقق الصغيرة: أول خطأ هو تقسيم الفراغات غلط. أكبر غلط بيحصل تقسيم الشقة كأن مساحتها كبيرة، حوائط زيادة، أبواب كتير، ممرات ملهاش لازمة، والنتيجة فراغ بيتقطع والمكان بيضيق. في الشقق الصغيرة الفراغات المفتوحة مش رفاهية، ده حل. تاني غلطة وهي الأهم: اختيار الأساس أكبر من اللازم. ناس كتير بتختار الأساس على ذوقها مش على مساحة بيتها. الكنبة ضخمة، السفرة كبيرة، الترابيزة تقيلة، والنتيجة المكان مليان بس مش مريح. الأساس في المساحة الصغيرة لازم يخدم الفراغ مش يسيطر عليه. تالت غلطة وهي تجاهل التخزين الذكي. أخطر حاجة في الشقق الصغيرة هي الفوضى، ولو مفيش تخزين مظبوط ووحدات مدمجة واستغلال رأسي، البيت بيبان أصغر بكتير من حجمه الحقيقي. في المساحات الصغيرة التخزين مش كماليات، ده جزء أصيل من التصميم. رابع غلطة وهي الأهم: الألوان والإضاءة الغلط. الألوان الغامقة مع الإضاءة الضعيفة بتساوي المكان خانق. في المساحات الصغيرة الألوان الفاتحة مع الإضاءة الموزونة بتفتح الفراغ وتدي نفس للمكان. الإضاءة هنا مش للزينة، دي أداة لتوسيع المكان. خامساً، التنفيذ من غير رؤية متكاملة. أكبر غلطة بتضيع الفراغات في الشقق الصغيرة إن كل عنصر لوحده: الأساس لوحده، الإضاءة لوحدها، الألوان لوحدها، من غير تصور كامل للشقة كفراغ ووحدة متصلة. والنتيجة ولا عنصر طالع صح ولا المكان متوازن. طيب إمتى الفراغات في الشقق الصغيرة تنجح؟ تنجح لما التقسيم يخدم الحركة، الأساس يناسب المساحة، التخزين ذكي ومخفي، الإضاءة مدروسة، الألوان بتفتح الفراغ. كل جزء مما سبق جزء من رؤية واحدة. وإمتى تفشل؟ تفشل لما نقلد شقق كبيرة، لما نشتري قبل ما نفهم، لما نركز على الشكل وبس، لما ننفذ مرحلة مرحلة بشكل منفصل من غير خطة. الخلاصة: الشقق الصغيرة مش عيب، العيب إننا بنضيعها بقرارات غلط. الفراغ يا يتوظف صح يا يتقتل. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم عن إزاي تختار الأساس، الإضاءة، الألوان، بحيث إن الشقة الصغيرة تحسها أكبر من مساحتها. ولو مهتمين بالمحتوى تابعوني، اعمل لايك، شير عشان غيرك يستفيد. اكتب في التعليقات أي شيء يخص المحتوى وأنا هجاوب عليه.